في شهر ديسمبر سنة 1951 وفي اجتماع حكومي تابع لليونسكو ظهرت فكرة تأسيس مجلس أوروبي للبحوث النووية، وفي سنة 1954 بدأ إنشاء مشروع سيرن واللي بيعتبر من أول المشاريع المشتركة بين دول أوروبا. بس يا ترى المركز ده موجود ليه أصلا؟ وإيه فايدته؟ وليه بنعتبره مهم جدا لفهمنا للعلوم؟ أهلا بيكم في حلقة جديدة من مسلماينز واللي هنتكلم فيها عن مشروع سيرن. واحدة من أهم الأسباب اللي ساعدت في إنشاء مشروع سيرن هو إن بعد الحرب العالمية الثانية ومع دخول معظم أنحاء أوروبا في حالة من الدمار الشامل بدأ يبقى فيه قلق من ناحية نقص البحث العلمي في أوروبا. والغريب إن في الوقت ده بالفعل عدد كبير جدا من العلماء وخصوصا الفيزيائيين منهم بدأوا يسيبوا بلادهم ويهاجروا. ومن هنا فكر عالم الفيزياء الفرنسي لويس دي بروجلي في إنشاء مركز أبحاث أوروبي، وقدر سنة 1953 وتحت رعاية اليونسكو إنه يعمل اجتماع في باريس. وفي الاجتماع ده وقعت 11 دولة على اتفاقية إنشاء المجلس الأوروبي للبحوث النووية، وكان من أهم نصوص الاتفاقية دي إن المركز يبقى بعيد تماما عن السياسة ويكون البحث فيه لأغراض سلمية فقط، وإن النتائج اللي هيوصل لها المركز ده تكون متاحة للجمهور. وفي سنة 1954 بدأوا فعلا في بناء مركز سيرن، واختاروا الحدود بين فرنسا وسويسرا لأنها موجودة في وسط أوروبا تقريبا، وتحديدا في الحقول الموجودة في قرية مارين واللي موجودة في ضواحي جنيف. وفي الوقت اللي قرروا فيه تأسيس مركز سيرن كان هدفهم الرئيسي إنهم يدرسوا ويفهموا أكتر عن النواة وطبيعة المادة، وده عن طريق أصغر مكونات الكون وهي الجسيمات اللي أصغر من الذرة زي نواة الذرة والإلكترونات اللي حواليها، ده غير البروتونات والنيترونات اللي موجودة فيها. وده سبب تسميته وقتها بالمنظمة الأوروبية للبحوث النووية. ومع تطور فهمنا للمادة بشكل كبير بقى مجال بحث سيرن الرئيسي هو فيزياء الجسيمات، وسموا المعمل اللي بيدير سيرن باسم المعمل الأوروبي لفيزياء الجسيمات، وده يعتبر أكبر مركز لأبحاث الفيزياء في العالم. وعلشان نعرف ليه مشروع سيرن اهتم بالجزء ده بالذات من العلوم خلينا نرجع بالزمن لتجربة رازرفورد سنة 1897 واللي كانت الشرارة اللي بدأ منها المشروع. التجربة دي كانت بتحاول تفهم أكتر عن الذرة، وده عن طريق إنه أطلق جسيمات ألفا على ذرات الذهب ولاحظ انحرافات بتخرج من ذرات الذهب، وأثبت بعدها إن غالبية كتلة الذرة موجودة جوه النواة. وكان في فضول علمي كبير جدا عن إزاي نعرف أكتر عن الجسيمات اللي جوه الذرة، ومن بعد تجربة رازرفورد ظهر علم فيزياء الجسيمات، واللي من بعدها بدأ استخدام معجلات الجسيمات، واللي هي عبارة عن تقنيات هدفها الأساسي فهم الجسيمات ودورها وإزاي اتكونت وإزاي ممكن لكل أنواع العلوم إنها تستفيد منها. والمعجلات دي بيتم استخدامها لدفع الجسيمات بسرعة عملاقة، ده غير إنه في أنواع كتير منها ولكل نوع منها طريقة عمله الخاصة بيه، وكل ما كانت سرعتها أكبر كل ما هتزيد طاقة الجسيمات دي وتبين لنا بصورة أوضح مكونات النواة، وده بيعتبر هو حجر الأساس في مشروع سيرن. بس خلينا نسأل سؤال مهم، يا ترى ايه الفايدة اللي عادت على المجتمع العلمي من مشروع سيرن؟ مشروع سيرن ساهم تقريبا في التقدم العلمي لكل المجالات، ده لأن سيرن بتجري تقريبا كل يوم أبحاث متقدمة في فيزياء الجسيمات، وبيقدروا كل يوم يوصلوا لاكتشافات علمية جديدة، والاكتشافات دي بتخلينا نفهم الكون يوم بعد يوم بشكل أكبر. زي مثلا سنة 2012 لما العلماء في مركز سيرن قدروا يكتشفوا الجسيم بوزون أو هيجز بوزون، واللي اعتبروه هو الجسيم الأساسي المسؤول عن اكتساب أي مادة كتلتها، وسموه وقتها بجسيم الرب أو جاد بارتكل. ولو عايز تعرف معلومات أكتر عنه فاحنا عملنا حلقة بتحكي عنه بالتفصيل، هتلاقي لينك الحلقة موجود في الكومنتات. مشروع سيرن ساهم بشكل كبير في تطوير تقنيات جديدة في مجال الأشعة، وأهمها أشعة الرنين المغناطيسي، ده غير دور المشروع البارز جدا في التعاون الدولي، وده لأن سيرن بيعتبر رمز واضح جدا على التعاون الدولي في مجال البحث العلمي. تخيل مكان موجود فيه علماء من 23 دولة، تخيل كده ممكن يوصلوا لإيه في البحث العلمي.
ومن الحاجات اللي ساهم فيها مشروع سيرن هو البحث عن جسيمات جديدة، وده طبعا بيساهم بشكل كبير في فهمنا لقوانين الطبيعة. ومن الحاجات المهمة جدا اللي ساهم فيها مشروع سيرن هي دراسة المادة المظلمة، ودي نوع غامض جدا من المادة بتشكل حوالي 85% من كتلة الكون، واللي بتعتبر واحدة من أكبر ألغاز الكون، وبتعتبر كمان واحدة من أكبر التحديات اللي موجودة قدام العلماء داخل مشروع سيرن. ومن أهم الحاجات اللي بيعملها مشروع سيرن إنه بيحاول يختبر صحة معظم نظريات الفيزياء القديمة زي النظرية النسبية ونظرية ميكانيكا الكم. نيجي بقى للسؤال الأهم، ازاي مركز سيرن بيشتغل اصلا؟ العلماء في مركز سيرن بيعتمدوا في الوصول لاي نتائج على معجلات الجسيمات. المشروع بيستخدم معجلات ضخمة جدا لتسريع الجسيمات اللي حجمها اصغر من الذرات، واللي اوقات سرعتها بتوصل لسرعة الضوء تقريبا. ومن اشهر معجلات سيرن هو معجل اسمه LHC، وده من اكبر معجلات الجسيمات في العالم، واللي بيسموه العلماء آلة الكشف عن اسرار الكون. المعجل ده بدأ تشغيله لاول مرة سنة 2008، وبيتكون المعجل ده من حلقة بطول 27 كيلو متر موجود جواها عدد كبير من المغناطيسيات فائقة التوصيل. ضيف عليها عدد من التقنيات الموجودة جوه الأنبوب اللي بتشتغل على زيادة طاقة الجسيمات في الوقت اللي هتكون فيه ماشية جوه الأنبوبة. طب يا ترى الجسيمات دي بتمشي جوه الأنبوبة ازاي؟ أول حاجة بتقابلها الجسيمات جوه الأنبوب دي حاجة اسمها الأنابيب المنفصلة، وجوه الأنابيب دي بتمشي الجسيمات بطاقة وسرعة عالية جدا قريبة تقريبا من سرعة الضوء. تاني حاجة بتقابلها الجسيمات هو وجود مجال مغناطيسي، والمجال ده هو اللي بيساعد الجسيمات في انها تمشي في اتجاه بعضها. تالت حاجة بتقابلها الجسيمات هي المبردات، لان لازم وقت تشغيل المغناطيسيات درجة حرارتها تقل وتبقى عند سالب 271 درجة تقريبا، ودي درجة اقل من درجة حرارة الفضاء الخارجي. وللسبب ده بيتم توصيل جزء كبير من المسرع بنظام توزيع للهيليوم السائل، وده بيشتغل على تبريد المغناطيسيات. المغناطيسيات اللي موجودة في منها أنواع كتير، منها مثلا مغناطيسيات ثنائية الأقطاب، ودي عددها 1232 مغناطيس بطول 15 متر تقريبا. وفي مغناطيسيات رباعية الأقطاب، ودي عددها 392 مغناطيس، وبيوصل طول كل واحد منها من 5 ل 7 متر تقريبا. وفي مغناطيسيات الضغط، ودي بتستخدم بشكل كبير قبل الاصطدام عشان تزود من احتمالية تصادم الجسيمات عن طريق تقريبها من بعضها. وخلينا أشبه لك شوية تصادم الجسيمات جوه الأنابيب بيبقى عامل ازاي. الموضوع ممكن نشبهه بمحاولة اصطدام إبرتين بيبعدوا عن بعض مسافة حوالي 10 كيلو متر، واحنا بقى عايزينهم يتقابلوا في نص الطريق. لكن الموضوع بيكون معقد اكتر من كده بكتير، لانهم مش إبرتين، دي جسيمات حجمها بيبقى اصغر ب100 مليون مرة من حجم الذرات العادية. والذرة العادية دي لو جينا قارناها بحبة الرمل هتطلع حبة الرمل جواها 43 كوينتيليون ذرة. ولو مش عارف ايه هو الكوينتيليون، فهو الواحد الصحيح قدامه 18 صفر، فانت متخيل الجسيم ده صغير قد ايه؟ حاجة مش ممكن تتخيلها. آخر حاجة موجودة جوا معجل الجسيمات LHC هي غرفة التحكم، واللي موجود جواها كل عناصر التحكم الخاصة بالمعجل LHC، وكمان مسؤول عن البنية التحتية والفنية في مركز سيرن. ده طبعا غير دور تحليل البيانات، لأن مركز سيرن بيستخدم أجهزة كمبيوتر ضخمة جدا قادرة إنها تحلل عدد مهول من البيانات في كل يوم. مشروع سيرن من المشاريع العملاقة ومن أهم المراكز العلمية اللي موجودة في العالم، واللي بتخلينا يوم بعد يوم نفهم مكونات الكون وأسراره اللي مش بتنتهي أبدا. دي كانت كل معلوماتنا في حلقة النهاردة. ما تنسوش تقولوا لنا رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا شير للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم فيديوهاتنا الجاية كلها.